أهلا أستاذي الفاضل. أولا بادئ ببدء أشكر وكالة المغرب العربي للأنباء التي خولتني هذه الفرصة للحديث على مؤسسة عتيدة تهتم بالذاكرة وبالتاريخ. أيها الحضور الكريم، ارتبط واقع الوثائق والمستندات المغربية بكينونة الدولة، ذلك أن تدبير أمورها كان يستلزم ولا يزال جهازا مكتبيا لتبليغ التعليمات السلطانية لمختلف دوالب الحكم، مدنية كانت أم عسكرية. فالوثيقة شهادة ثابتة للتعرف على أساليب تدبير الحكم، وهي من منتوجه أيضا، إذ تعتبر نصا شرعيا وميثاقا بين الملك والشعب من خلال نصوص البيعات، وقوانين لتدبير الحكم من خلال الضمائر الشريفة والمراسلات السلطانية، وهي في نفس الوقت سلاح حاسم معتد به في عدة قضايا، كما هو الشأن في رسم الحدود وفي ضبط الأنساب وتحديد العلاقات بين الأمم، وهي بصفة عامة مادة أساسية لكتابة التاريخ باعتبارها المصدر الأكثر غنى ومصداقية. ولا ينحصر مفهوم الوثيقة الملكية عند الموروث المكتوب فقط، بل يتسع المعنى ليشمل كل وعاء حامل للمعلومة التاريخية، كيفما كان شأنه من وثائق مخطوطة مثل الضمائر والبيعات السلطانية والكنانيش والتقارير والاتفاقيات، وأخرى إيكونوغرافية تدخل في ضمنها الصور الفوتوغرافية والرسوم واللوحات الزيتية. وقد يتسع هذا المعنى ليشمل الأختام والطوابع البريدية والمسكوكات النقدية، وكلها عناصر ترمز للسيادة، وهو الإطار العام لإنتاج الوثيقة الملكية. فالوثيقة هي أس من أهم أسس الذاكرة، وعامل أساسي في تدوين المعلومات التاريخية وفي تكوين صورة عن الذاكرة ذاتها، ومن ثم أصبح الاهتمام بالوثائق مقياسا للتقدم الحضاري للأمم. وفي هذا السياق جاء تأسيس مديرية الوثائق الملكية سنة 1975 استجابة لمتطلبات وطنية راهنة آنذاك كانت تقتضي تجميع الوثائق الخاصة بأقاليمنا الصحراوية، وذلك في وقت كان فيه المغرب يستعد لتنظيم المسيرة الخضراء المضفرة. وتحقيقا لهذا الهدف تم تفريغ جل الوثائق المخزونة بالقصور الملكية بهذه المديرية كما هو معروف لدى الباحثين. وفي ظل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي جعل الوثيقة في صلب تفكير جلالته ووفر للمديرية جميع الإمكانيات التقنية والمادية، انتقلت هذه المؤسسة من مجرد مستودع للوثائق إلى دار من دور الأرشيف الحديثة تتعامل وتتفاعل مع قضايا البلاد. فاستجابة للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وانطلاقا من إيمان جلالته القوي بأن التاريخ يعتبر مفتاحا لفهم الحاضر واستشراف المستقبل، ووسيلة للتقريب بين الأمم، وكذلك وسيلة لصون الأجيال من كل الانزلاقات والانحرافات. فأصبح والأمر كذلك التعامل مع الوثيقة كوسيلة للبحث وتقريبها من الباحثين والعموم ضرورة ملحة. ومن ثم أمر جلالته نصره الله برقمنة الوثائق الملكية والعمل على فتح بوابة للبحث، وهذا ما يمكن الاصطلاح عليه بدمقرطة الوثيقة وحق الجميع في الحصول على المعلومة والمعرفة. وبناء على هذه التوجيهات السامية، وانطلاقا من الارتباط القوي بين الوثائق والمعرفة التاريخية، تقوم مديرية الوثائق الملكية من المهام التي يأتي على رأسها تجميع الوثائق وترتيبها وحفظها والتعريف بها ورقمنتها. ففيما يخص التجميع، فضلا عن الرصيد الذي كان متواجدا بمديرية الوثائق الملكية
والذي كانت أصوله مستوردة مثل ما جئت به سابقا من القصور والمكتبات الخاصة كما سبق ذكره، فإن المديرية قد توفقت في جمع أرصدة هامة ووثائقية من الأسر المخزنية العريقة كرصيد عائلة الطريس، وأشكرهم من هذا المنبر، وعائلة الصفار، وعائلة الرزيني، وعائلة الركينة، وعائلة بريشة، وعائلة الكنسوسي بمراكش، ورصيد محمد المعزوزي رحمه الله، وأرصدة بعض الزوايا. وفي نفس السياق عقدت المديرية اتفاقية تعاون مع دور أرشيف بلدان نقتسم معها تاريخا مشتركا، ومن بينها فرنسا وإسبانيا وأنجلترا والبرتغال وإيطاليا، التي سمحت للمديرية باستنساخ الأرشيف الدبلوماسي المتعلق بالمغرب. أما فيما يخص ترتيب الوثائق، فقد عمدت مديرية الوثائق الملكية على ترتيب الوثائق ووفق نظام تصنيف معين، un plan de classification، يسهل ترتيب الوثائق والحصول عليها، ويسمح بضم أرصدة جديدة للأرصدة المعتمدة بمديرية، ويسهل تفريغ الوثائق من المؤسسات المنتجة للوثيقة الملكية إلى مديرية الوثائق الملكية كدار للحفظ، وذلك بعد أن تكون الوثائق قد مرت من أزمنتها المعتادة كزمن أرشيف كورون، أي الزمن الوثائق الحالية، والانترميدير اللي هو المرحلة الانتقالية من مجال الحفظ، من مجال الإنتاج إلى مجال الحفظ. أما فيما يخص التعريف بالوثيقة، فالمديرية تعمل جاهدة على تقريب المعرفة التاريخية من المواطن، وذلك عبر قنوات عديدة، من جملتها مجلة الوثائق الملكية التي اعتمدت في الأول التسلسل الزمني، والآن تهتم بمواضيع خاصة. لقد كان آخر إصدار في هذا المجال هو الصويرة أو يهود الصويرة، وكان قد وجد إقبالا كبيرا عند الباحثين. وقامت مديرية الوثائق الملكية بنشر كتب في مواضع وقضايا تشغل البلاد، وكان على رأسها كتاب البيعة ميثاق مستمر بين الملك والشعب سنة 2011، الذي يؤرخ للبيعة باعتبارها أسا ثابتا من أسسنا الشرعية وقاعدة لتمليك السلاطين والملوك في المغرب عبر العصور. وكان من بين مظاهر ومن أصالة هذا المؤلف أنه يجمع لأول مرة نصوص البيعات بعد أن كانت في أماكن مختلفة، في المكتبات الخاصة وفي الأضرحة الشريفة وكذلك في بعض الزوايا. ومن ثم يقدم الكاتب للقارئ صورة متكاملة لمؤسسة البيعة في امتداداتها الحضارية واستمراريتها التاريخية، ويضع بين يديه مادة علمية رصينة لفهم البيعة فهما جيدا، حيث يتأكد من خلال دراسة هذه النصوص أن البيعة بالمغرب تقوم على أسس شرعية وتربط نصوصها الملك بالاستقرار، وتبين أن البيعة مؤسسة تقوم على التعاقد بين الملك والشعب، فالبيعة هي أخذ وعطاء وشروط وواجبات، وهي صيغة تقليدية شرعية في الحكم لا علاقة لها بالمصطلح الذي ترجمت إليه باللغة الفرنسية الليجانس، لأن هذا المصطلح يفرغها من دلالتها التاريخية والشرعية ويعطيها مفهوما آخر لا يمت بأصل للبيعة في بلادنا. فكان كتاب البيعة ميثاق مستمر بين الملك والشعب فرصة لتأكيد خصوصية نظام الحكم بالمغرب، فالبيعة معروفة في العالم الإسلامي ولكنها خاصة في المغرب بحكم أنها عقدا مكتوبا، بحيث أن الدول الأخرى تكون البيعة فقط شفوية. إذن فرصة لتأكيد خصوصية نظام الحكم بالمغرب القائم على البيعة، وشهادة أخرى لتأكيد مغربية الصحراء من خلال ما يتضمنه هذا المؤلف من نصوص بيعات القبائل الصحراوية للسلاطين والملوك العلويين. ومن ثم فهذا الكتاب يقدم مادة علمية رصينة
يستفيد منها الباحث في علم السياسة وفي التاريخ وفي الآداب وفي الصحافة أيضا، دون أن ننسى أن نصوص البيعات مغرية لذوي الأذواق الفنية في مجال الخطاطة والتوريق. وقد لقي هذا المؤلف اهتماما كبيرا من قبل الأكاديميين، ونظمت من أجله قراءات عديدة في جل الكليات المغربية بتطوان ومراكش وفاس والمحمدية والدار البيضاء والرباط، وتعطش الباحثون لمحتوياته حيث توافدوا على المديرية للاطلاع عليه، كما وجد إقبالا بالمكتبات الخاصة عند القراء الواردين على المكتبات الوطنية الأخرى. ومن منشورات المديرية أيضا كتاب الصحراء المغربية من خلال الوثائق الملكية، الذي صدر في 3 أجزاء سنة 2012، ويشتمل هذا المؤلف على 3 أجزاء تتضمن بشكل عام وشامل دراسة تاريخية للصحراء المغربية، مؤكدة بحجج لا لبس فيها أن تاريخ المغرب ضارب الجذور في عمق أقاليمه الصحراوية، وأن الامتداد المغربي جغرافيا ومؤسساتيا يسير بكيفية موازية للامتداد الثقافي والفكري والمذهبي، والجميع يشكل إطار هذه الوحدة الراسخة. ويبرز الكتاب ممارسة السيادة المغربية في أقاليمه الصحراوية عبر العصور من خلال استمرارية بيعة القبائل الصحراوية للسلاطين والملوك العلويين، تعيين بموجب ظهائر شريفة العمال والقواد والقضاة في مختلف الأقاليم الصحراوية، إدماج العناصر الصحراوية في الجند والركب السلطاني ومشاركتها في تنظيم الحركات، وضع جهاز خاص للتواصل بين الحكم المركزي والأقاليم الصحراوية من خلال نظام الرقاصة، تنظيم التجارة بالأقاليم الصحراوية من خلال إصدار ظهائر شريفة، مشاركة القبائل الصحراوية في الحركات ورفع التقارير حولها، أيضا جبي الجبايات والمكوس، فلا يمكنك أن تجبي جبايات أو تقوم بأعمال مثل هذه تعيينات إلى غير ذلك لو ما تكون تلك الأقاليم تابعة للحكم المركزي. ثم تدخل السلاطين والملوك لفض النزاعات والخلافات بين القبائل، وإقرار التوقير والاحترام المنعم به على الشرفاء الصحراويين من خلال ظهائر التوقير، ثم التواصل الفكري والثقافي والروحي بين الجهات الصحراوية والأقاليم الأخرى، والتنافس للاستعمار على الأقاليم الصحراوية وردود فعل السلاطين والملوك العلويين لردع هذا التيار، ثم حراسة السواحل وإقامة العسات والمراسيل. أليست هذه سيادة ممارسة عبر العصور على الأقاليم الصحراوية؟ فهي أقاليمنا وقد مارست السيادة بموجب الحكم المركزي بشكل لا يختلف عن الأقاليم الأخرى. ويتضمن الكتاب أيضا بعدا آخر يتجلى في الوشائج العضوية بين القبائل المغربية، مبرزا تداخل الأنساب وانصهار الأعراق داخل التركيبة البشرية المغربية. ويرصد هذا المؤلف من جهة أخرى موقع الصحراء المغربية في دوالب السياسة الاستعمارية الأوروبية، كما يقف عند الجهود الجبارة التي قام بها السلاطين والملوك العلويين للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة. وقد استفاد من هذا الكتاب المؤرخ والسياسي والدبلوماسي والصحفي والباحث أيضا في علم الأنثروبولوجيا. ومما زادنا فخرا أن السيد والي صاحب الجلالة بالمعيون قد قدم هذا المؤلف كتاب الصحراء المغربية من خلال الوثائق الملكية للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء السيد كريستوف روس. هذا ما يبين انخراط مديرية الوثائق الملكية في القضايا الهامة الراهنة، كما قدمه بعض السفراء صاحب الجلالة وبعض الزملاء في الخارج لجهات نافذة. ومن منشورات المديرية أيضا كتاب العلاقات المغربية الفرنسية تاريخ ممتد عبر العصور، الذي ألفناه بتعاون مع الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي، وهو كتاب من 3 أجزاء يغطي مرحلة زمنية هامة تمتد من القرن الثالث عشر إلى سنة 1956. ومن أصالته أنه يشتمل
أو يشمل تاريخ العلاقات المغربية الفرنسية في مختلف جوانبها، ويضم بين دفتيه رصيدا وثائقيا متعلقا بهذه العلاقات، سواء المحفوظ منه بمديرية الوثائق الملكية بالمغرب أو الذي هو ضمن مستندات مديرية الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي بباريس، مما يسهل على الباحث عدم الانتقال إلى باريس للاطلاع عليه. وقد اشتملت هذه الوثائق على رسائل متبادلة بين سلاطين المغرب وملوك فرنسا، واتفاقيات وتقارير هامة حول قضية الحدود والرحلات السفارية المتبادلة بين البلدين، فضلا عن صور ورسوم وخرائط. ويبين المؤلف علاقة الدولة المغربية واستمراريتها وانفتاحها بشكل مبكر على العالم الخارجي، كما يبرز موقع المغرب في البحر الأبيض المتوسط. وكان أملنا من هذا الإصدار هو التعريف بجوانب جديدة من تاريخ العلاقات الخارجية للمملكة المغربية، ووضع رصيد وثائقي رهن إشارة الباحثين والمهتمين من مؤرخين ودبلوماسيين وسياسيين يفتح للبحث العلمي آفاقا جديدة. ومن منشورات المديرية كذلك كتاب الأندلس تاريخ وحضارة 2019، ومن أصالة هذا الكتاب أنه يتناول تاريخ الأندلس، وقد ألفناه بمساعدة من جميع الزملاء المختصين في هذه المرحلة الزمنية، ومن بينهم أستاذنا الفاضل سي أجمير الذي يوجد بيننا اليوم. وفق أنه من أصالته أنه يتناول تاريخ الأندلس وفق نظرة مغربية صرفة، لأن الأندلس وقع عليها أيضا تهافت من طرف المشارقة ومن طرف أيضا الغربيين. الكتاب من أصالته أنه يضع الأمور على نصابها ويبين مكانة المغرب بالنسبة لقضية الأندلس وفق نظرة مغربية صرفة وموضوعية تعتمد بناء الأحكام التاريخية على القرائن والأدلة، مبرزة الدور الذي اطلعت به الدولة المغربية في الدود والدفاع عن حوزة الإسلام وتكريس الوحدة المذهبية والعقائدية. إن هذه الكتب برمتها متوفرة في المكتبات العمومية داخل الوطن وخارجه، كما وزعت على بعض الإدارات المعنية والجمعيات المدنية مجانا. يظهر لنا من خلال هذه المؤلفات التي لم يتسع الوقت للوقوف على جميعها أن مديرية الوثائق الملكية إيمانا بالعلاقة القائمة بين التاريخ والوثيقة، بل أن الوثيقة أساس التاريخ، فإن المديرية تعمل جاهدة على تسليط الضوء على بعض القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدبلوماسية من خلال جمع وثائق وتقديمها للباحثين المؤرخين وغيرهم إسهاما في تطوير البحث العلمي، وذلك بتهيئ مواضع محددة قد تساهم في استثمار الوثائق وتقديمها للقارئ. فالآن مديرية الوثائق الملكية فهو تحت الطبع كتاب حول التسامح الديني عبر العصور من خلال الوثائق الملكية. تقوم مديرية الوثائق الملكية أيضا استجابة للرغبة الملكية السامية إلى جانب التأليف بتوسيع المعرفة بطرق أخرى من خلال مشاركتها في مشاريع ثقافية كإنتاج أفلام وثائقية. نذكر في هذا السياق مشاركتها مع المخرج ستيفان بيرن في برنامجه الشهير سكري ديستوار في الشريط الوثائقي الخاص بالسلطان مولاي إسماعيل تحت عنوان مولاي إسماعيل لو روا سولير دي ميل اينوي، حيث ساهمت مديرية الوثائق الملكية بتصحيح تلك الصور النمطية التي ألصقها الغرب بالسلطان مولاي إسماعيل، وأعادت بناء صورة السلطان مثلما هي عليه في حقيقته التاريخية. ونظمت المديرية أيضا عدة معارض على المستوى الوطني والدولي، كمعرض مواقع خالدة من بايامان إلى التدمر سيت إيترنيل وأكتوبر سنة 2018 بتعاون مع متحف اللوفر. وقد ساهم هذا المعرض ليبين للعالم بأسره باكتشاف وإعادة اكتشاف روائع المواقع الأثرية المغربية التي كانت تعايش هذه المواقع أي في نفس زمنها، كما بيّنت أيضا
أن هذا التراث، أن احتضان هذه التظاهرة بالمغرب كان يحمل أكثر من دلالة وأكثر من معنى، يعتبر دعوة من جلالته للتمسك بالقيم الراسخة والمتوارثة في المغرب جيلا بعد جيل، كالتسامح والانفتاح والتعايش والمثاقفة بين الأمم والحضارات المختلفة، لأن جميع هذه الآثار التي بين هذا المعرض قد خربت من طرف داعش. وأقامت المديرية أيضا معرضا تحت عنوان روائع الكتابة بالمغرب، مخطوطات نادرة بالمعهد العالم العربي بباريس سنة 2017. وقد أعطى المعرض الفرصة للزائر لمعاينة موروث حضاري يتألف من مخطوطات نادرة ووثائق غميسة وقطع متحفية نفيسة توحي بالمستوى الحضاري المغربي، باعتبار أن أهمية الكتابة حسب ابن خلدون تتحدد قيمتها بالتنظيم الاجتماعي وبمرتبة الحضارة، وبالتالي فإن الكتابة فن ومرآة على المستوى الحضاري للأمم، والمغرب والحمد لله يزخر بهذا الرصيد على اختلاف دول عربية عديدة. ونظمت وزيرة الوثائق الملكية معرضا تحت عنوان المغرب الوسيط، إمبراطورية بين إفريقيا وإسبانيا، وهو العنوان الذي اختاره صاحب الجلالة بنفسه نصره الله وأيده في دورتيه الفرنسية بمتحف اللوفر بباريس 2014 وبمتحف محمد السادس للفنون المعاصرة بالرباط سنة 2015. وقد سمح هذا المعرض بإعادة قراءة مرحلة زمنية ممتدة من القرن ال11 إلى القرن الخامس عشر للميلاد، وهي المرحلة التي تمثل العصر الذهبي للحضارة الإسلامية بالغرب الإسلامي، أي حينما كانت تتحدث العلوم باللغة العربية quand les sciences parlaient arabe. فكان المعرض مساهمة في فك ألغاز هذه المرحلة، وكان من أهم ثمراته أنه بين للعالم عمق المغرب في إفريقيا، وكيف ساهم في تثقيف إفريقيا، وأيضا إدخال المذهب الملكي كأس من أهم نصوص النظام للبلدان الإفريقية. ومن أهم ثمراته أيضا إصدار كتاب أنجز بالمناسبة، حيث يعتبر أول مؤلف تضمن التعريف ووصف التحف باللغة العربية. وهناك أيضا معرض المغرب عبر العصور الذي قمنا به سنة 2016 بتعاون مع مؤسسة وسام التحرير بليزانفاليد بباريس، الذي يغطي مرحلة زمنية ممتدة على 8 قرون، ويبرز المنجزات الهامة على عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وهكذا ربطت مديرية الوثائق الملكية بناء على التوجيهات الملكية السامية علاقات تعاون مع جل الدول التي نقتسم معها تاريخا مشتركا مثل فرنسا، حيث تم تأليف كتاب العلاقات الفرنسية مثل ما أتيت به بتعاون مع الأرشيف الدبلوماسي بباريس. وقمنا أيضا بعدة معارض مع متحف اللوفر والمعهد العربي وقصر الأنفانيد، والآن بموجب الاتفاقية التي وقعت أمام صاحب الجلالة نصره الله وملك إسبانيا خلال زيارته الأخيرة للمغرب، فمديرية الوثائق الملكية تعمل جاهدة على تنظيم معرض بالقصر الملكي بمدريد. وفيما يخص إنجلترا فقد قمنا أيضا بمعرض حول العلاقات البريطانية ببريتيش ليبريري، كما ربطنا علاقات مع الفاتيكان من أجل التعاون والتبادل. وتشارك مديرية الوثائق الملكية في عدة مؤتمرات وملتقيات، حيث شرفت بتعيين عضوا في التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع ألف، وفي أكاديميات ما وراء البحار أي الأكاديمي دوتخمير. أما على المستوى الوطني فأدعو من هذا المنبر يجب التفكير في وضع خطة وطنية شاملة لتدبير الرصيد الوثائقي والمعرفة التاريخية وتوحيد آليات التعامل والتقنيات الجديدة لتسهيل مأمورية الباحث ومهام القيمين على الوثائق لحفظها وصونها من الضياع. هكذا
فتح صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده أبواب مديرية الوثائق الملكية لنشر المعرفة التاريخية، وأصبحت هذه المؤسسة على عهد جلالته محجا للباحثين المغاربة والأجانب الذين يقصدونها من كل صوب من أجل الاطلاع على الوثائق. وكان شعارنا خلال هذه السنوات هو أن المديرية في خدمة الباحث، ومن أجل تعميم هذا الشعار ربطنا الاتصال بالجامعات المغربية وأشركنا زملائنا المؤرخين حسب تخصصاتهم في بعض المشاريع التي أتيت بها سابقا، وكان الهدف من ذلك هو إشراك الباحثين لتبقى دائما مديرية الوثائق الملكية في خدمة التاريخ. شكرا.